انا هستغل اي صفه عندي عشان اخدم هذا البلد في موقعي الدولي، صفتي كنائب، صفتي كقبطي، صفتي كوزير. اي صفه عندي تخدم هذا البلد هستغلها. فاللي بيقولوا حسن نفع طبعا، امال انا جاي من فراغ؟ انا كل صفاتي هدفها ان انا اخدم هذا البلد. انا بقالي 25 سنه بشتغل في الحكومه، 7 منهم مستشار رئيس وزراء، وزي ما سيادتك قلت 18 هم 18 من 17 18 منهم كوزير. عاوز تقول لي مش هستغل اي صفه عندي او اي اداه عندي في خدمه هذا البلد؟ طبعا اعملها. مستر بطرس غالي، انت حرامي وعليك من الانتربول، عايزك عليك red warrant from the Interpol that you need to be arrested. اوكي؟ انت حرامي وانت عارف ان انت حرامي. كلم البوليس. انت بلد بالقوانين، ما عشان كده لازم الناس تعرف. واللي حصل لك قبل كده وهربان من مصر وعايش هنا بفلوسنا. انت عليك وارنت من الانتربول ان انت لازم تبقى ارستد. بطرس غالي كان رجل امريكا في الوزاره. طبعا ما فيهاش فصال. طبعا هم اللي سفروه عقب الثوره، هم اللي قالوا له طبعا نصحوه بالسفر. انا عندي معلومات كمان اكتر من كده. يعني ايه هي؟ ان هو الراجل ده جاسوس امريكي من قبل ما يتعين. بطرس غالي هل دي معلومات موجوده في الرئاسه؟ موجوده. ومع ذلك الرئيس عينه واعترض على تعيينه. من مين؟ من عمر بيه سليمان. اعترض عليه. ده اكتر واحد قاعد في الوزاره. قال له ده الراجل ده كذا. بقى انا بقول لك راجل كذا، تعينه بعديها وزير. قال له انت عليك تجيب المعلومات ومالكش دعوه بالقرار، مش انت اللي تاخد القرار. يعني يا جماعه اكتبوا كده، خدوا هيدلاينز كده من كلام سياده اللواء. يعني ده كلام مهم قوي من اول الحلقه، ده مهم قوي. يعني المخابرات، السيد عمر سليمان رئيس المخابرات اعترض رسميا في تقرير على تعيين بطرس غالي وزيرا للماليه او وزير مش عارف ايه قبلها. ده بعترض عليه على انه صاحب جمال اصلا قبل ما تعين وزير. على انه صاحب جمال. لانه جاسوس امريكي. جاسوس امريكي. فخلي بالك قول لابنك ما يبعد عنه. فقام عينه له وزير. قال له كمان وزير. قال له انت زعلان ليه؟ الراجل اللواء اللي جاب التقرير على بطرس غالي الله يرحمه، اللواء علاء الويشي، كتب التقرير عن بطرس غالي وطلعه قال ان هو جاسوس. الراجل جاله جلطه ومات. قال لك ايه فايده شغل انا لما اشتغل على واحد واطلع ان الواحد جلطه ده جاسوس؟ من النكد. طبعا. قعد 3 ايام في مستشفى وادي النيل ومات. ايه الفايده ان انا اشتغل كل الشغل ده واجي اقول لك الراجل ده جاسوس الحق مع ابنك، تقوم انت تحطه وزير كمان مش تبعده عن ابنك؟ تصدق اللي اتقال انه اتنازل عن جنسيته المصريه وحصل على الجنسيه الاسرائيليه، ولا تشك في هذا بطرس غالي؟ لا، ممكن يعمل اي حاجه. ممكن يعمل اي حاجه. طبعا.